الو. ايوه انا عايزه. امتى؟ فين؟ طيب انا جايه حالا. القهوه يا استاذ. خالد. ايوه يا استاذ. كانت مروه وامينه ومصور وحصلني بسرعه بعربيه الجرنان. حاضر يا استاذ. معقولة لحقتي؟ البركه في مصادري الخاصه يا رشدي بيه. تسمح؟ عايزه تفصيلات عن الحادث. بعدين يا عزم، الوزارة هتصدر بيان وهنوزعه عليكم كلكم. عن اذنك يا ست اللواء. اتفضلي. لا مؤاخذة، تحريات كاملة عن كل سكان المنطقة. بتصور ايه؟ الحق عربيه الاسعاف بسرعه، يمكن تلحق تصورهم في المستشفى. مروه انت سبقيني على المستشفى. اوكي. خالد عليك العماره دي، دور شقه، اي حد كان في البلكونه ساعه الحادثه. امينه حديث مع اهل المصابين، ادق التفاصيل. يلا اوان اتحركي، خدي المصور. اللي حصل ان احنا لقينا طلقات نازله. ايه علاء انت لسه جاي؟ رشدي بيه. نعم. ممكن استعمل تليفون عربيتك؟ كمان متشكرة قوي يا فندم. اتفضلي. هي هنا من امتى؟ دل على السلامة. الله يسلمك. دي جت معانا بالظبط. لا اسمح لي بقى يا سياده اللواء، العمليه دي فيها كوسه، ما هي يا اما شغاله معاك ويا اما شغاله مع الارهابيين، والاحتمال التاني ارجح. ايوه يا استاذ كمال. اخرت طبعا ساعه. لا مش هتاخر، ساعه بالكتير. متشكره قوي. مولاتي رايحه المستشفى؟ عايز ايه يا علاء؟ يعني لو عندك مانع في التاكسي. اركب. مش هتسمعي كلامي وتسيبك من الشحطاطه دي؟ ده انا هستتك. طب ما تسمع كلامي انت وتسيبك من الشغلانه دي اذا كنت مش قدها. ايوه بس دي شغلانه رجاله. رجاله؟ هما فين دول؟ مش واخده بالي. يا مولاتي مش معنى انك فشلت مره زمان في حياتك انك هتفشلي كل مره. بقول لك ايه يا علاء، ممكن تنقطني بسكاتك؟ ممكن. طيب احسن. مش خلاص يا علاء، معاك عربيه الجرنان تقدر ترجع. طب وانت؟ ده مالك يا اخي؟ مش هتفكري في الموضوع اللي اتكلمنا فيه بدل البهدله اللي انت فيها دي؟ ده بعدك. بكره تندم يا جميل. استاذ علي، ايه يا ماما ايه الاخبار؟ المصابين دخلوهم غرفه العمليات، ضابط الحوار تمام قبل ما يوصل. طب اسمعي، عايزاك تجيبي عنوان الضابط ده فين وتروحي بيته، تعرفي كل شيء عن حياته. ها؟ متجوز، عنده ولاد، كام عيل، ونتقابل بعد ساعه في الاخبار. اوكي يلا بسرعه.
ست عصمت؟ عايزه اعرف كم رصاصه في جسم الوزير واماكنها. معنى كده ان انا هخش اوضتي عمليات تاني. وبسرعه على مش هلحق الطبعه الاولى. هتنشري اسمي في الجرايد وصورتك كمان. يلا بقى يلا. حاضر من عينيا الاثنين. حاضر. ايه الاخبار يا خالد؟ ثواني يا استاذ. موضوع الضابط حصل فيه ايه؟ حالا يا خالد. بنت بنات جاهزه للاستلام. اديها خالد. هشام ايه اخبار الصور؟ هو يا استاذ شيء رهيب، حاجه ما حصلتش. سلام، فعلا حاجه ما حصلتش. برافو عليك يا هشام. يا عصمت فين الموضوع؟ احنا اتأخرنا. حاضر يا استاذ كمال حالا. يا عصمت هيفوت قتل الصحافة. قصر الصحافه مين يا استاذ؟ ده انت عندك موضوع ما حصلش. يا خبر ابيض، انت خدت الصور دي ازاي؟ خدتها وخلاص. المهم تكتب تحتها استخراج 3 رصاصات من صدر الوزير، ولا يزال البحث جاريا عن رصاصة رابعة. انا هفرش الموضوع ده على قد ما اقدر، وهبروزه برواز كبير كمان. عن اذنك. أستاذ كمال، جملة أخيرة. كل من لديه معلومات عن الحادث فليتقدم بها إلى جهات التحقيق أو إلى الجريدة، ونحن في انتظاره. ايوه ايوه عرفت. ازيك؟ ازاي الولاد؟ كويسين؟ عاملين ايه؟ اه عرفت. انا هلكانه وطول النهار على رجليا، ويا دوبك دي اول لقمه باكلها. انت ما سمعتيش باللي حصل ولا ايه؟ هيكون حصل ايه يعني يا عايزة؟ الياما قامت ولا الدنيا اتهدت؟ بقول لك ايه، سيبك من العيشه القرف اللي انت عايشاها دي واسمعي كلامي. انا جايبه لك عريس لقط، راجل دبلوماسي ومن العيله. احنا لسه هنتكلم في الموضوع ده تاني؟ اسمعيني بس للاخر، انا اختك الكبيره ومسؤوله عنك وعارفه مصلحتك فين. يا عفت يا حبيبتي، كفايه قوي انك انت متجوزه وسعيده بجوازك، ودي حاجه انا فرحانه لها. طيب حاضر. طيب هفكر. سيبي ناكل بقى وسيني الولاد. Your hands off my ass. I think we should go back to the party and celebrate. Come on. Sorry. What? Oh! Is this a pass? I thought you wanted to celebrate. I said celebrate, not fornicate. I love a woman who talks dirty. Huh?
شكرا. أهرام جمهورية أخبار. يا فندم لازم نخلص من الارهاب ده في اسرع وقت ممكن. حضرتك شفت الحادثه؟ انا مش محتاج اشوف، دول بشوفهم في كل حته يا فندم. انا مش عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف انام ولا عارف افتح الشباك. يعني انت تعرفهم؟ طبعا أعرفهم، صحابي. دول حتى كمان حاولوا يضموني معاهم وأنا رفضت، لأن ريحة البارود بتقلب معدتي خالص. يا استاذ عندك معلومات عن الحادث ولا لا؟ طبعا يا فندم شفتهم واعرفهم خالص. امال فين هم الاساتذه المصوراتيه اللي هيصوروني؟ هم فين؟ ايوه يا ولد، دي صوره واحد جاري مكتوب وراها اسمه وعنوانه. بس ده يجي عنده 100 سنه. بس ارهابي. ايه المعلومات اللي عندك؟ حماتي حماتك؟ مالها؟ هي اللي ورا الارهاب ده كله. تصوري يا استاذه، من كتر ارهابها طلع لها شنب. طب باي باي باي. اتفضل. اوعى يا جدع انت، اوعى اوعى. فين المدير هنا المسؤول؟ جوه. اوعى يا جدع انت. هم اهل جوز يا ست هانم الراهبيين، سلطوه عليا وطلعني ورماني في الشارع. ايه يا ست انت ايه اللي دخلك هنا؟ ده مش مكان لتصفيه حساباتك مع اهل جوزك، اتفضلي. حتى انت يا ست هانم، يا قلة بختك يا فايز. اتفضلي. اسمعي. ايوه انا عايزه. والنيابه لسه ما خدتش خبر؟ طب عادي، انا جايه حالا. متشكره قوي. مروه مصور وحصليني بسرعه. ايه اللي حصل؟ البواب فاق ويقدر يتكلم. طب كويس. ايه يا استاذ، ده مش تفتح؟ انا برضه اللي افتح، ده انا مش شايف حاجه. فين النضاره؟ اتفضل النضاره يا استاذ. سقراط. اسمي سقراط. ما علينا. الاقي الاستاذ عصمت فين؟ استاذ مين؟ استاذ عصمت عبد العزيز بتاع صفحه الحوادث. هو عايزه في ايه بقى حضرتك؟ انا كل حضرتك مساله سؤال ترد عليا بسؤال. الله، طبعا جاي له في شغل، ما هجي له في ايه؟ معايا معلومات خطيره. معلومات خطيره؟ عن ايه؟ دي اسرار يا هانم، ارجوك تدليني على مكتبه. اسرار. في الحقيقه هو مش موجود هنا دلوقتي، بس لو كنت عايزه ضروري هتلاقيه عند الاستاذ علاء منير في الاهرام. اهرام ايه بس؟ انا بسال على الاستاذ عصمت بتاع الاخبار. ايوه، ما انا فاهماك، هو هناك عنده دلوقتي. يلا ما تضيعش وقت. حضرتك متاكده؟ طبعا متاكده. ولو سالني قول له حضرتك تبقي مين؟ قول له المدام. جاتنا النيله في حظنا الهباب. ده تلاقيه غاوي شهرة هو كمان. خليه يعطل علاء شويه عشان يخلصنا منه. أنا عمري ما أنساه ست هانم. يعني فاكر وشه كويس؟ لو كان وسط 1000 لازم أجيبه. تعالى يا هشام، اتفضل. هشام، كويس انك جيت ما تاخرتش. تعالى. اسمع يا عم ابراهيم، الاستاذ هشام رسام الجرنان، عايزاك تركز معاه قوي، يوصف له شكله زي ما شفته بالظبط. أنا في عرضك يا ست هانم، أبوس إيدك، أنا راجل غلبان، عاوز أربي العيلين اللي حيلتي. ده أنا أول ما أطلع من هنا أسافر على البلد طوالي. ما تخافش يا عم ابراهيم، ما هو احنا لازم نساعد الحكومه عشان تقبض عليهم وتخلص البلد من شرهم، مش كده ولا ايه يا عم ابراهيم؟ الله المستعان. ارسم يا فندي، ارسم. ايه رايك؟ هايل يا عزم، هايل. وادي ماده يا سيدي تكفيك صفحتين من الصفحه. المهم الصوره دي تبقى في الصفحه الاولى. طبعا من غير ما تقولي. حمدي على المطبعه اوامر. ايه يا علاء، عايز ايه على الصبح؟ بصبع على مولاتي واقدم فروض الولاء والطاعه، وبهنئ جلالتك على الانتصار الساحق اللي انت حققتيه. ايه ده انت مدرسه. لسه بدري عليك قوي، ما قلت لك شوف لك شغلانه تانية تكون بتحبها. على فكره متشكر قوي على الهديه اللي انت بعتها لي امبارح. هديه ايه؟ الله. ده انت باين عليكي ما قريتيش الاهرام لسه. اهرام؟
عصمت عصمت، ده انا علاء يا عصمت. اهلا 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 يا فنان، شفت صورتك في الجورنال يا فنان؟ ايوه يا استاذ، وامي بتدعي لك. طب ازيها؟ الحمد لله، وعمرها ما هتنسى لك الجميل ده. ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ده يا فندم استعدادات للمرحله الجديده القادمه. الجديده؟ بتعطشها ليه؟ مرحله ايه؟ المرحله يا فندم اللي جايه، ما انا خلاص قررت اقفل الدكان واشتغل مع حضرتك في خدمه الصحافه. هتبوسها. ها؟ هتبوسها من قفاك وما تورينيش وشك هنا تاني. طب والشغل يا استاذ؟ بعدين هبقى ابعت لك. طيب حضرتك هتبعت لي؟ طبعا. امتى؟ بعد 12 سنه زي النهارده الساعه 6. اها الضيحه يا عصمت كارثه. هم مقدمين وثائق وصور فوتوغرافيه واحنا مقدمين رسم من الخيال. ده معناه ان احنا بنفبرك الاخبار وان كل كلامنا كذب في كذب. وبعدين انا سمعت ان سقراط جالك لحد هنا قبل ما يروح الاهرام. سبتيه يفلت من ايديك ازاي؟ ممكن تفهميني يا عصمت؟ عن اذنك يا فندم. ايوه انا عصمت. مين اللي بيتكلم؟ أنا عمر الصناديلي. مين؟ عمر الصناديلي اللي حولته لإرهابي خطير. انت عرفت نمرة التليفون ازاي؟ حضرتك يا فندم شخصية معروفة ومش صعب إن تليفونك يتعرف. وبتتصل بيا ليه؟ علشان أثبت لك إن ماليش أي علاقة باللي حصل لا من قريب ولا من بعيد. وصورتك اللي في مكان الحادث ولا دي مش صورتك؟ أنا فعلا كنت في مكان الحادثة، بس معايا مستندات هتثبت لك إن اللي بقوله صح. مستندات؟ تحبي أسيب حضرتك تفكري شوية وبعدين أتصل بيكي؟ إذا حضرتك مش عاوزة أو خايفة تقابليني بلاش. لا استنى قابلك امتى وفين؟ ايوه عارفاه. بعد نص ساعة هكون عندك. تفتكر هتبلغ؟ ما اعتقدش. استاذ عصمت، عمر الصناديلي. يا ريت نمشي عادي علشان ما نلفتش الانظار. قلت لي هتقدم لي دليل براءتك. انا اسف اذا كنت بسبب لك اي ازعاج. اتفضلي. ايه ده؟ دي روشتات من عيادة الدكتور. عيادته في نفس العمارة اللي حصلت قدامها الحادثة. يا ريت لو حضرتك تتكرمي وتتصلي بيه هتعرفي انا ليه كنت في مكان الحادث. مين حبيبك؟ بنتي. ما رحتش ليه الاهرام عشان تكذب الخبر اللي اتنشر فيه؟ مش سهل ان الاهرام يكذب نفسه، لكن ممكن اي جورنال تاني يكذبه. يعني انت كنت موجود فعلا ساعة ارتكاب الجريمة في مكان الحادثة دي عند الدكتور اللي انت اديتني عنوانه ده؟ ايوه. جريت ليه؟ الرصاص كان زي المطر، كنت بجري زي ما كل الناس كانت بتجري، شيء طبيعي. وما رحتش ليه البوليس قلت له الكلام ده؟ انا عارف البوليس كويس، يبقى عاوز اي متهم وبسرعة علشان يقدمه للرأي العام.
وفين وفين على ما اقدر اثبت ان انا ماليش علاقه بالموضوع، خصوصا يا استاذه ان انا ليا ملف عنده. ارهاب برضه؟ لا لا لا، ده موضوع تاني خالص وبرضه ماليش اي علاقه بيه. الله، دول مدبينك انت بالذات بقى، هم ما ورهمش غيرك ولا ايه؟ لو حضرتك يا استاذه اطلعت على الجرايد في التواريخ اللي مكتوبه في الورقه دي هتعرفي الموضوع بالظبط. هو فعلا كان موجود عندي يوم الحادث. وبنته كانت معاه؟ لا، هو كان جاي يجدد روشته الدواء لبنته. هو متعود يزور حضرتك هنا؟ مره كل اسبوع، الكلام ده من 3 اشهر، لكن قبل كده كان بيجي لي اكتر من مره. تفتكر انه اختار حضرتك بالذات لعلاج بنته عشان يبقى قريب من مكان الجريمه؟ ما اعتقدش، لان مش هو اللي جابها لي. هي اتحولت لمعهد القلب من عند الدكتور الباطني المعروف حسام ابراهيم. طب هي البنت عندها ايه بالظبط يا دكتور؟ حبيبه عندها روماتيزم في القلب وضيق في الصمام المترالي. احنا عملنا لها عمليه توسيع، لكن اعتقد انها تحتاج تغيير صمام بالكامل. حضرتك تعرفه كويس يا دكتور؟ طبعا. عمر بني ادم حساس وفنان، هو اللي عمل لي الصوره دي، اداها لي لما عملت عمليه بطن وجحت. لو شفتيها هاني مع بنته كانش ممكن ابدا تكتبي الكلام اللي كتبتيه ده. ارهابي وماشي يقتل في الناس، معقول؟ مش انا اللي كتبت يا دكتور. عيب الصحافه انها بتكتب اي كلام وبتهلل لاي حاجه. في كل الدنيا المتهم بريء حتى تثبت ادانته. احنا عندنا هنا بالعكس، الواحد دايما متهم ومطلوب منه طول الوقت انه يثبت انه بريء. ممكن حضرتك تديني صوره من الملف ده يا دكتور؟ سيادتك عارفه ان دي اسرار مهنه. ايوه بس دي حاله استثنائيه، والكلام ده لو اتنشر هيغير كتير في مجرى التحقيق. معنى اللي كاتباه ده انها شافته. عصمت صحفية نشيطة وعندها مصادرها. مصادر ايه يا علاء؟ مصادر ايه؟ والروشتات وصور الاشعاعات والكلام اللي هي كاتباه. يا رشدي بيه، عصمت ما غلطتش، وانتم سألتم وطلع كلامها صح. الراجل فعلا كان عند الدكتور يوم الحادث، وبنته فعلا مريضة بالقلب. دي عالم ما بتهزرش وعارفه هي بتعمل ايه بالظبط ومخططها له من مده طويله. دي عصابات دوليه بتصرف عليها دول وحكومات. زي حكاية الانقلاب اللي طلع منها براءة. ايه ده؟ انت بتشك يا علاء؟ الحقيقة يا رشدي بيه هو ربط ذكي جدا اللي عصمت عملته بين القضية القديمة والعملية الجديدة. ده تهريج وكلام فارغ. كلام ناس مش فاهمين حاجة يا علاء، مش فاهمين حاجة. وعلى فكرة اللي كتبته عصمت ده قلب عليها الوزارة كلها. عصمت قامت بواجبها ومحدش يقدر يلومها على كده. لو في حاجة غامضة عليها وساعتك عايز تفهمها لها، ما تطلبها وتتفاهم معاها. مش موجودة لا في البيت ولا في الجريدة. انا متشكر قوي على الكلام اللي حضرتك كتبتيه. انا ما نفيتش التهمه عنك، انا حطيت المستندات والوقائع قدام الراي العام وجهات التحقيق. ده اكتر من اللي كنت بحلم بيه. انا لمحت اسم اللواء رشدي في القضيه القديمه، وهو برضه اللي ماسك القضيه الجديده. ما تستنتجش من ده شيء. ما احبش ابدا البس النضاره دي، بتخلي شكلي زي بتوع العصابات. عايزه اشوف حبيبه. قوي. تحبي تشوفيها دلوقتي؟ يا ريت. اتفضل. اتفضل.
اتفضلي اتفضلي حضرتك. انا اسف قوي، المكان مش قد المقام. دي شقه واحد صاحبي، بعد اللي حصل ما لقيتش اي مكان استخبى فيه غير هنا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يا حاجه حاجه. ايوه يا ابني. امي دي الست عصمت اللي كنت بقرا لك كلامها في الجورنال النهارده. اهلا يا بنتي، ربنا ينصفك وينور بصيرتك. تعيشي يا حاج، انا ما عملتش غير الواجب. امال فتحي فين يا ام؟ خرج وهيرجع بالليل. فتحي ده صاحبي وصاحب الشقه، هو اللي جاب لي حبيبه امي من البلد امبارح. خير يا بنتي؟ ما تخافيش يا ام، الست عصمت عاوزه تتكلم معاكي كلمتين بس. وانا يا بنتي هعرف اقول لك ايه بس؟ قولي لي يا حاج، بيقولوا ان ابنك ارهابي وبيقتل في الناس، صحيح الكلام ده؟ منهم لله الظلمه. كل اللي اقدر اقوله لك ربنا على الظالم والمفتري، وهو وحده اللي يظهر الحق. يعني ما لاحظتيش على ابنك اي ميل للعنف؟ يا بنتي ده عمر طول عمره متربي على معرفه ربنا. هم عاوزين ايه بس منه؟ ما يسيبوه في حاله بقى، ولا عاوزين يطفشوه تاني زي ما طفشوه قبل كده ويفضل عايش بعيد عني سنين طويله؟ ده حرام يا بنتي، والله حرام. اهدي يا ام. امال حبيبه فين؟ حبيبه خدت الدواء ونامت يا حبه عيني. اتولدت واحنا بره. والدتها ماتت وهي بتولدها، وده من الحاجات اللي رجعتني مصر. عندها كام سنه؟ 5 وشويه. من يوم ما رجعنا وهي تعبانه قوي. ارجوك يا استاذه بلاش حبيبه. ليه؟ مش عاوز ادخلها في الموضوع ده، مش عاوز احس اني بستغلها او بتاجر بيها. بس دي قضيه راي عام، والمطلوب ان احنا نأثر في الراي العام ده على قد ما نقدر، مش عشان ابرئك، عشان سلطات التحقيق تفكر مرتين قبل ما توجه الاتهام. ارجوكي معلش بلاش حبيبه. بابا صحيتي حبيبتي؟ وانا نمت خالص. انا كنت طول الوقت بلعب مع نادية ومحمود تحت الشجرة الكبيرة. انت بتحلمي يا حبيبتي. مش سلمي على طنط؟ اهلا يا حبيبتي. انت اسمك ايه؟ عايزة؟ وايه دي كاميرا؟ اه ممكن تصوريني بيها انا وبابي؟ ممكن قوي. يلا وريني كده. على مالك؟ يلا الابتسامة الحلوة بقى، بوزة كده بابي. كمان واحدة. ممكن اقف قدام الحكومه لوحدي. اضطروني اسحب القضيه واسيب البلد وامشي. قعدت بره قد ايه؟ عمر بحاله. كانت رحله غريبه جدا، من اليونان لتركيا لجنيف، واخيرا استقريت في باريس. بس حتى انا بره فضلت المخابرات ورايا في كل حته. ما سابونيش الا لما اشتغلت في باريس واتجوزت. واشتغلت ايه؟ كل حاجه ممكن تتخيليها. بحار على مركب، مرمطون في مطعم، سمسار عربيات. بس ما سبتش الرسم ابدا. الرسم كان الحاجه الوحيده اللي بهرب بيها اخر الليل. الله، انت ما اكلتش ليه يا ابني؟ الحمد لله يا حاج. ارمي حمولك على الله يا ضناي، ربنا هو اللي عالم بكل حاجه. ونعم بالله. ياه، ده انا اتاخرت قوي، مش هلحق الطبعه الاولى. اوصلك. انا عارفه السكه. مش هنسافر تاني يا طنط؟ ان شاء الله يا حبيبتي. طريق السلامه يا بنتي. مع السلامه يا استاذه. خالد، خد الافلام دي على المعبد، تتحمض وتطلع وتجيني حالا. انت فين يا استاذه؟ انا هيك الدنيا ثانيه مره لما افرغ الشغل الاول لحسن مستعجله جدا.
ما عرفتيش اللي حصل يا استاذه؟ ايه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبه. الحقوا بيان الداخليه في التلفزيون. سيداتي وسادتي، جاءنا الآن ما يلي. أصدرت وزارة الداخلية البيان التالي: في تمام الساعة 3 من بعد ظهر اليوم قامت مجموعة إرهابية بمهاجمة إحدى السفارات الأجنبية في القاهرة مستخدمة المدافع الرشاشة والبنادق سريعة الطلقات، وقد قتل في الهجوم السفير والملحق الصحفي وأحد حراس السفارة، بينما أصيب 3 آخرون من حرس السفارة. هذا وقد تمكن الجناة من الفرار بعد الحادث، وما زال البحث جاريا عنهم. دلت التحريات أن الذي قاد تلك العملية هو الإرهابي عمر الصناديلي، المطلوب القبض عليه في عدة جرائم إرهابية أخرى. ده كلام خطير يا عصمت جدا يا فندم، وخصوصا بعد بيان وزارة الداخلية. بس هي دي الحقيقه يا فندم، والصور اهي قدام حضرتك. انت كنت معاه؟ ايوه يا فندم، كنت معاه هو وامه وبنته وقت ارتكاب الجريمه. غريبة. وبيان الداخلية؟ يا فندم البيان صريح وذكروا فيه بالاسم وبالصورة. عشان كده بقول ان دول بيتخبطوا، مش عارفين يتهموا حد. يا فندم الموضوع ده خطير جدا، ونشره فيه مسؤولية على سيادتك. ايه يا استاذ كمال؟ هي ايه الحكايه؟ هي حياه الناس رخيصه للدرجه دي؟ اسمع يا كمال، نزل بيان الداخليه ونزل قدامه تحقيق عصمت يرد عليه، وبروز الموضوع على قد ما تقدر. ده كلام تقوله جريده قوميه؟ امال جرايد المعارضه تقول ايه؟ يا رشدي بيه عصمت ما تقصدش حاجه. ما تقصدش ايه يا استاذ كمال؟ ما تقصدش ايه؟ هو في ايه اكتر من كده؟ تقول ان البوليس بيتخبط وبيتهم الابرياء؟ بقى حته ولد حقير زي ده تقول عليه انه كان من الممكن يكون من كبار الفنانين في مصر لولا تدخل البوليس؟ يا سلام. يدخل. صباح الخير يا رشدي بيه. اتفضلي يا عصمت هاني. خير يا رشدي بيه. بقى احنا بنستسهل ونتهم الناس بالزور يا عصمت؟ احنا مش عايزين نتعب نفسنا وبنفتح الملفات القديمه بدل ما ندور على المجرم الحقيقي. بقينا كده خلاص يا عصمت؟ امال لو ما كنتش عارفانا وعارفه قد ايه بنتعب علشان نحافظ على الامن. احنا سايبين بيوتنا وبنشوفش اولادنا بالاسابيع، وفي الاخر نبقى كده. والكلام ده من مين؟ منك انت يا عصمت؟ رشدي بيه انا بتكلم في موضوع محدد. انت اصلك مش فاهمه حاجه خالص. احنا بنحافظ على امن بلد بحالها. عارفه يعني ايه بلد بحالها؟ البلد دي مستهدفه يا هانم، في ناس كتير متربصين بيها وانت مش حاسه بحاجه ابدا. احنا بقى اللي حاسين، احنا اللي عارفين، وعشان كده احنا ما بننامش. دي شغلتك يا فندم، زي البحث عن الحقيقه وتنوير الراي العام شغلتي. يا سيادة اللواء عصمت ما تقصدش التجريح. انا ما جرحتش في حد، ومش مستنيه حد يدافع عني يا استاذ كمال. رشدي بيه، الكلام اللي انا كتبته ده صح ولا غلط؟ غلط. غلط و60 غلط. وبعدين معنى الكلام اللي انت كاتباه انك انت قابلت الولد ورحت مع الوكيل بتاعه. عصمت رد عليا من فضلك. انت رحت للمجرم ده بيته؟ مش حضرتك برضو اللي حققت في قضيه قلب نظام الحكم اللي كان متهم فيها عمر وطلع منها براءه؟ عايزه تقول ايه؟ ولا حاجه، بس التاريخ بيعيد نفسه. المره اللي فاتت فضل المسكين متشحطط من سجن لسجن وعذبتوه عشان حاجه ما عملهاش. لا عملها، وانا متاكد انه كان ضالع فيها. لكن القضاء برأه، واحنا كلنا بنحترم حكم القضاء، مش كده ولا ايه؟ اتفضلي معايا يا سياده الوزير، عايزك. انت متأكدة من الكلام ده يا عصمت؟ ايوه يا فندم. البيان بتاعكم بيقولوا ان عمر الصناديلي شارك في قتل السفير، وانا بقول لا. الو. ايوه ايوه يا فندم، تحت امرك يا فندم. قريته طبعا يا فندم. سعادتك تدينا اسبوع بس والحقيقه حبانا. ايه يا رشدي؟ ايه رايك؟ الحريات كلها اكدت يا فندم ان الولد ده ورا كل العمليات الارهابيه اللي تمت في الفتره الاخيره.
بس البيان بتاعنا كان واضح وصريح، وقال انه كان موجود في ارض العمليه الاخيره مش وراها. اسمع يا رشدي، الموقف حرج جدا ودخل في سكه صعب. لو ما وصلناش للمجرمين دول في ظرف اسبوع هتبقى مشكله حقيقيه. فاهم؟ فاهم. المجرمين دول لازم يتقبض عليهم باقصى سرعه وباي ثمن. وابعد الصحافه عن الحكايه دي خالص. قرايب عمر الصنابيلي؟ ايوه. انت امه مش كده؟ ابنك فين يا حاجه؟ العلم عند الله يا بيه. انت بالذات عارفه مكانه لانك كنت عنده. يا تقولي لنا ابنك فين يا هحطكم كلكم في السجن. مش هتقولي. ارموهم كلهم في الحبس لغايه ما يقروا ابنها فين. بلاش البنت الصغيره يا بيه، خدنا كلنا وبلاش البنت دي عيانه وممكن تموت فيها. ما تموت وماله. ابوه عمال يقتل في الخلق شمال ويمين. مش مهم لما يزيد واحد. سيء عليك النبي يا بيه، بلاش حبيبه، هي ذنبها ايه؟ خلاص قولي لنا عمر فين واحنا نسيبها. يا بيه ده حرام. الحرام انك انت تكذبي وتقولي انك ما تعرفيش فين عمر. ابني ما عملش حاجه غلط. المحكمه اللي تقول الكلام ده مش انت. قلت ايه يا حاجه؟
شوية شاي ايه؟ هلا. تسلم يا فتحي. البوليس يا عمر. متأكد إن صوتهم يا فندم. حصروا المكان كله بسرعة، يلا. رجلي. اهرب انت يا عمر. لسه في نفس يا فندم. اطلبوا له الاسعاف بسرعه. عمر اخباره ايه؟ هارب يا فندم. عصمت، نعم. يبقى هاتي باسبورك معاكي بكره. ليه؟ الله، انت نسيتي مؤتمر الارهاب الدولي اللي هينعقد في ابو ظبي الشهر ده ولا ايه؟ ده انا فعلا نسيت خالص. كويس بقى ان انا فكرتك. استاذ كمال، نعم. خد اقرا كده وقول لي ايه رايك في الموضوع ده. ايه ده؟ موضوع تاني على الارهاب؟ ايه نسيانسي؟ ليه؟ النائب العام اصدر قراره بعدم النشر امتى كلام ده؟ النهارده يا ستي. يبقى هاتي الباسبور معاكي عن اذنك. ايوه علاء. يا عصمت انا مقدر موقفك وبحترمه، لكن الناس دي ما بترحمش. انهي فيهم؟ بصراحة الاتنين. عصمت، البلد مقلوبة، الوزارة مش هيهدى لها بال إلا لما تقبض على الجماعة دول. البلد بقت على كف عفريت، والداخلية مركزة على واحد بس وسايبة المجرمين الحقيقيين. دي كارثة. أنا شايف إنك متحاملة قوي على رشدي. يا علاء، أنت لسه مصدق إن عمر إرهابي؟ ده إنسان بسيط جدا زيه وزيك، وعنده بنت بتاخد العقل ولا أمه زي أي أم مصرية حنينة وطيبة فعلا. مستحيل مستحيل ده يكون إرهابي. أنا ملاحظ إنك بتدافع عنه بحرارة زيادة شوية. عشان مظلوم ومن حقه إن حد يدافع عنه. علاء، لو أنت عارف إن في إنسان مظلوم هتدافع عنه ولا لأ؟ طبعا أقف جنبه،
بس مش للدرجة اللي أضر فيها نفسي. مش ضد البوليس يا عصمت. ده اسلوب انا ارفضه يا علاء. عن اذنك. ليه تعملي فيا كده؟ احنا كنا عيش وما ليه؟ حصل ايه؟ ليه تبعيني؟ ليه تبلغي عني؟ انا مش ممكن، انا ما بعملش كده ابدا. مفيش حد يعرف المكان اللي كنت مستخبي فيه الا انت وامي امي. اكيد راحوا لها تعذبوها علشان تعترف على مكاني. انت متهور. اتصبت وانا بهرب منهم. انا عايزه اجيب لك دكتور. لا، بيتك متراقب، ما تخافيش. محدش شافني وانا داخل ولا حتى البواب. المهم دلوقتي نوقف النزيف. تعمل ايه دلوقتي يا عمر؟ مش عارف، بس مش لازم اقعد هنا، انت مالكيش ذنب. انا همشي. يعني هسلم نفسك؟ تفتكري وانا عارف ان ده هيحصل لي هسلم نفسي تاني؟ خصوصا ان اللي ماسك القضيه المره دي هو نفس الجلاد بتاع المره اللي فاتت. رشدي، تفتكري لو وقعت في ايده المره دي هيعمل فيا ايه؟ انت لازم تبعد عنه شويه. اروح فين؟ استناني هنا، انا مش هغيب. استاذه، مع اول كرباج هينزل على جسمي هعترف لهم بكل اللي هم عاوزينه. ما تخافش. علاء، في حد عندك؟ لا طبعا. طب انا عايزه في حاجه مهمه قوي. خير يا عصمت، في ايه؟ اديني مفتاح الشاليه بتاعك. الله يخرب عقلك، سيبت ركبي. وايه بقى التوتر والجديه اللي انت عاملاه؟ علاء مش وقته، اديني المفتاح بسرعه. حاضر، المفتاح اهو. ولو ان الشاليه ما فيهوش كهرباء. انت عايزه المفتاح ليه؟ عايزه وخلاص. عصمت، اوعي تكوني عايزه المفتاح علشان علاء، هتجيب المفتاح ولا لا؟ لا طبعا، انا مش ممكن اساعدك في حاجه زي دي. ما هو لو ما جبتش المفتاح هنزل اتصرف. انت اتجننتي؟ اللي بتعمليه ده هيوديكي في داهيه، هيعرضك للمساءله القانونيه، ودي بقى لا قانون صحافه ولا اي قانون في الدنيا هيقدر يحميكي. يا عصمت، اعقلي وافهميني. الله يخرب بيتك على بيت اليوم اللي عرفتك فيه. يا عصمت اسمعيني، انا صاحبي غلبان وعلى قدي وعارف حدودي. ده البوليس يا عصمت، هنتحدى البوليس. يا علاء ما تخافش، اوعدك مفيش حد هيعرف. اللي يعرف هي مصيبه والله اكتر. علاء، كنت عايزه غيار. مساء الخير. يقدر يتكلم امتى؟ مش قبل يومين ثلاثة. إصابته كانت جامدة قوي، خصوصا الرصاصة اللي جت في الرئة. المهم عدى مرحلة الخطر؟ نقدر نقول إن حالته أصبحت مستقرة. اهتموا بيه قوي يا دكتور. ده بقى شخصية مهمة جدا.
عرفت هتعمل ايه يا عمر؟ انت كده بتعرضي نفسك للخطر. عندك حل تاني؟ يلا يلا. عم عبده، عم عبده. يا نعم. تعالى اطلع لي شويه. من عيني. يا فندم يا ست هاني. عم عبده حياتك اطلع اعدل ارجع للتلفزيون. عادل يمين ولا شمال؟ لا على اليمين وعلى الاخر. من عيني. اوكي. استر. ممكن افهم يا سيادة الظابط انت بتراقبني ليه؟ يا فندم حضرتك بتتكلمي عن ايه بالظبط يا مدام؟ انت عارف كويس انا بتكلم عن ايه. وقول لي سيادة اللواء رشدي ما يصحش اللي بيعمله ده، وانا هكلم سيادة الوزير شخصيا في الموضوع ده. ده اسلوب سخيف ومرفوض. في حد ورانا؟ لا. الجرح بينهى عليا شويه. معلش هانت قربنا نوصل. دقيقة واحدة هجيب شمعة. ده الجرح بينزف تاني. أرجوك شوفي الشيخ حديد وحميه على النار. ايه؟ أرجوك بسرعة قبل الجرح ما يتسمم. مش ممكن، ما اقدرش. أرجوك يا أستاذ بسرعة. كفاية يا أستاذ.
يكوي الجرح. مش قادرة. عمر 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 ايوه علاء. رشدي قلب الدنيا عليك. الظاهر كان مراقبك وعرف انك جيتي عندي في الشقه. انت قلت له حاجه؟ لا طبعا، انا قلت له جايز تكوني عند اختك. اسمعي يا عصمت، لازم ترجعي بسرعه علشان ما تلفتيش النظر اكتر من كده. ارجوك يا عصمت. طيب يا علاء، حاضر حاضر. خير؟ البوليس بيدور عليا. انا اللي ورطتك التوريطه دي. ما كانش قدامنا حل تاني. على الاقل ما كنتيش بيتي هنا. كنت اسيبك وانت في الحاله دي؟ ده انت كنت بين الحياه والموت. انا هسلم نفسي. ايه؟ بعد كل اللي عملناه ده؟ مستحيل. انا خايف عليكي. اسمع يا عمر، انا اخترت السكه دي وانا مقتنعه بيها تماما، ولازم امشي فيها للاخر. هتخسري حاجات كتير. والمهم ما اخسرش نفسي. عندك حاجات في التلاجة تكفيك يومين 3. انا هحاول اجيلك في اقرب وقت. خلي بالك من نفسك. اسمع، وحياة اغلى حاجة عندك ما تعرضيش نفسك للخطر اكتر من كده. ادخل. عصمت، اقدر اعرف يا سيادة اللواء حضرتك بتراقبني ليه؟ خفت عليك. انت نسيت ان احنا اصدقاء. الظاهر حضرتك اللي نسيت الحكايه دي. اصل قلقت عليك قوي. انت ما نمتيش في بيتك ليله امبارح. ايوه. ولا عند اختي. ولا عند اختي. امال كنت فين؟ والسؤال ده برضو من منطلق الصداقه؟ طبعا يا عصمت، وخوفي عليكي. اظن انا عديت ال21 سنه، يعني مش قاصر ومسؤول عن تصرفاتي. ثم انا مش عسكري عند سيادتك، ولا انا متهمه.
ولا سيادتك بتتهمني بحاجه؟ بصراحة أيوه، أنا بتهمك بتخريب المال العام. مش أنت اللي عاملة دي؟ ايوه انا اللي عامله دي. اصل ما احبش حد يراقبني وبالسذاجه دي. انت ناسي سيادتك ان انا صحفيه ورئيسه قسم الحوادث؟ يعني مش هتقولي لنا مكان الولد ده فين؟ ولد مين؟ عمر الصناديلي. انا فعلا كنت اعرف مكانه اللي انتوا وصلتوا له وهرب منه، بس بعد كده ما اعرفش حاجه عنه اطلاقا. رشدي بيه، ارجوك ابعد رجالتك عني وسيبني اشوف شغلي. عن اذنك. عصام، شددوا المراقبة على عصمت. الحاجة الساعة دفعة. امسك الصينية بقى لو سمحت. سلامتك. كانش تقدر تقوم انت بالعملية دي؟ انا ما رضيتش اعملها بنفسي، وبعدين درويش كان عايز يعملها، انا قلت لا. افرض انا ما كنتش قدرت اجي. قبل ما يتكلم كنت هتصرف انا. اهلا عمر، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الجماعة موجودين؟ كلهم جوه. الحمد لله على السلامة يا سي عمر. الله يسلمك. اهلا يا عمر. ازيك؟ الحمد لله سلام. اهلا يا عمر. اخبار فتحي ايه؟ موضوع فتحي خلاص. عمر قام بالواجب وبطريقة نظيفة ما تبانش في تشريح. انت متراقب يا عمر، واللي انت عملته ده خطر. الخطر ده جزء من شغلنا، دي حاجة مش جديدة علينا. وما تنساش ان فتحي ده كان صاحبي قوي. اخبار السلاح ايه؟ الشحنة وصلت واستلمتها انا وخليفة. عبد السلام بعت الحتتين دول من الصعيد، وبيقول الحتة ب1.5. مش بطال، قول له موافق. اخبار الديناميت ايه يا خليفة؟ هيوصل بكره، بس الفلوس لازم تدفع كاش. ما دفعتش ليه يا توفيق؟ الفلوس معجزة معانا شوية. الله، ايه ما اتصلتوش بالاستاذ؟ المباحث شد حيلها اليومين دول والمكان متلخم. الفلوس دي تدفع يا توفيق، وانا بكره هتصل بالاستاذ. ماشي. نيجي للجد. الخطة ماشية زي ما انا رسمتها بالظبط. اهم حاجة اليومين دول عاوزين نهدى شوية، مش عاوزين اي حاجة تهيج البوليس علينا او تلفت النظر ناحيتنا. طب وعمليه المعرض؟ انساها،
انا مجهز لها من مده. قلت لك انساها. لا بقى، ده ليها فيها $100,000. انا بتكلم عن عمليه هنكسب فيها $5 مليون. مش شويه الفكه اللي بتتكلم عنهم. بس انا متفاهم مع الاستاذ على العمليه دي. وانا بقول لا، وكلامي انا. احنا مش بنلعب يا درويش. انت مش هتيجي عندي اغلى من فتحي، فاهم؟ مات ازاي؟ هبوط حد في القلب. انت مش قلت لي عدى مرحله الخطر؟ ايوه يا فندم، لكن الوفاه فيها شبهه جنائيه؟ ما اظنش يا فندم، وعلى كل حال التشريح هيظهر سبب الوفاه. اهلا يا علاء. على فكره بيتك بتراقب. عارفه. وبعدين العمليه كل مدى بتتنيل بزياده. هتعمل ايه يا عزمت؟ مش عارفه يا علاء، مش عارفه اعمل. انت ما عندكش اي اخبار؟ الداخليه مكتمه على كل حاجه، وبصراحه نظره رشدي ليا اليومين دول مش عجباني وانا انت ايه يا علاء؟ انا بصراحه خايف لا يكتشفوا حكايه الشاليه ورجلي تيجي في الموضوع، وانا عايز المفتاح يا عزمت. حاضر يا علاء، بكره هجيبهولك. عزمت وهتكوني زعلانه مني. انا خايف عليك يا عزمت. لا ابدا، على كل حال كتر خيرك. ما هو مش معقول اسيبك موحوله في العمليه المهببه دي. مشي يا عزمت، مشي علشان خاطري، وشيلي ايدك من الحكايه دي خالص. انا كنت بحضر العشاء، تقعد تاكل معايا؟ ماليش نفس. ايوه يا فندم، ده خرج من عندها يا فندم. الظاهر بتتكلم في التليفون يا فندم. نور التسجيل. ايوه عرفت. انتوا قاعدين الليله في البيت؟ لا بس يمكن اعدي عليكم. طيب باي باي. نتصل بسياده اللواء؟ تاكد اول ان قابلت اختها. هي فيلا اختها. اتصل بست اللواء.
الو الو، قياده. دي الظاهر هتبات هنا الليله دي. يبقى انا ممكن اريح شويه. عصمت، كنت عارف انك هتيجي. كنت خايف عليك قوي. بدعبس في المطبخ لقيت ادوات الرسم دي، حضرتك قدامي وقعدت ارسمك واتكلم معاكي. وحشتي. مالك يا عصمت؟ عمري ما تعرضت للضغط العصبي ده. حبيبتي يا عصمت. نفسي الشمس ما تطلعش ابدا. نفسي افضل عايشه في حضنك كده على طول. يا ريت، يا ريت يا عصمت، يا ريت ننسى كل اللي فات ونعيش بعيد عن الناس. لا لينا دعوه بحد ولا حد ليه دعوه بينا. نجري ونلعب ونحب. نحب. مش عارف ايه اللي خلاني اروح للدكتور في اليوم المنحوس ده. ما هو لو ما كنتش رحت ما كنتش عرفتك. بس لغايه امتى؟ لغايه امتى هفضل هربان كده؟ عمر، انت لازم تسيب البلد دي وتمشي. سيب البلد ازاي بس؟ انا خلاص كبرت على البهدله دي يا عصمت. مالكش اصحاب بره؟ حد تثق فيه يقدر يساعدك؟ ليا واحد صاحبي غني وممكن يحميني وبثق فيه جدا، بس المشكله انه مش هنا، عايش في ابو ظبي. ابو ظبي؟ ده انا مسافره الاسبوع الجاي ابو ظبي. اديني اسمه وعنوانه وانا اتصل بيه وارتب لك معاه كل حاجه. حقيقي يا عصمت؟ طبعا يا عمر، بس المشكله انت هتسافر ازاي؟ اغير اسمي واسافر بباسبور جديد. تعرف حد يعمل لك الحكايه دي؟ للاسف لا. الراجل اللي كان بيوزع لي شغل في خان الخليلي قال لي انه يعرف حد. انا اتصل لك بيه. لا يا عصمت، مش عاوز اورطك معايا اكتر من كده. اخصى عليك يا عمر، ما تقولش كده تاني. بحبك يا عصمت. بحبك.
من 3 يورو. اشرف مالك المراقبه بتضاعف 24 ساعه من 24 ساعه. عصام افندم، كل قرايب عمر الصناديلي اهله ومعارفه واصدقائه وكل من يمت اليه بصله يكون يوميا في مديريه الامن، يتسالوا مره و22. حتى الصحفيه عصمت يا فندم؟ بالذات الصحفيه عصمت. مين يا هبه؟ مباحث امن الدوله. خير يا فندم. فين مدام عصمت؟ عصمت اختي ايوه. دي مشيت من امبارح. مشيت ازاي وعربيتها بره؟ اصلها قالت ان عربيتها عطلت وخدت عربيه احمد ابني. نزل بلاغ بنمرة العربيه ولونها وماركتها. العربيه تجيني من تحت الارض. No, it's only 500. It's not expensive. مسيو زكي، ايوه. ممكن دقيقة واحدة لو سمحت؟ ايوه. Please, just a minute, I will come back. اوكي. اتفضل. فتشوا الشقة شبر شبر. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، الست هانم خرجت من الصبح ما رجعتش لغاية دلوقتي. كان معاها حد لما خرجت؟ لا يا فندم ما كانش معاها حد، كانت لوحدها. ما شفتهاش رجعت تاني؟ لا يا فندم ما رجعتش. ما لناش حاجه يا فندم. اهلا اهلا. اهلا يا دكتور. هو مش حضرتك عصمت عبد العزيز، رئيسة قسم الحوادث بالاخبار. لو تفتكر انا كنت جيت لسيادتك بخصوص بخصوص موضوع حبيبه. ايوه بنت عمر صناديل. ايوه مظبوط يا فندم. اهلا وسهلا. في الحقيقه انا كنت جاي لحضرتك بخصوص نفس الموضوع. الدواء اللي حضرتك كتبته الحبيبه خلص ومحتاج لتجديد. يعني ايه ما لقيتوهاش؟ العربيه لسه زي ما هي؟ ثبت الحراسه عليها يا محمد. لحظه ما تلاقوها تبلغوني. رخصك وبتاع الشنطه اللي ورا. في ايه؟ لجنة مرور يا ست، البلد مقلوبة، ربنا يسترها. طب خش يمين يا ايه؟ خش يمين. حاضر. امسك بسرعه. تذكرة للمعادي لو سمحت. عمر. عمر مش هنا يا عزمت. انا طردته. طردته؟ ايوه طردته.
طردته ازاي؟ عمر راح فين يا علاء؟ اهدي يا عصمت واسمعيني. مش هيدا غير لما تقول لي عمر راح فين يا علاء. انت اتكلم. فوقي فوقي بقى يا عصمت، انت ماشيه في طريق غلط ومش دريانه باللي بيحصل وهتودي نفسك في داهيه. انت مين اداك الحق تتدخل في حياتي؟ كان لازم حد يتدخل علشان تفوقي وتبعدي نفسك عن الجبان الارهابي ده. ما تقولش على عمر كده. الدرجة دي بتحبيه؟ انت بلغت البوليس؟ حاول. أظن مش من حقك يا رشدي بيه تتهجم على حياة الناس الخاصة بالشكل ده. اكيد احنا ظلمناها يا فندم. انت شايف كده؟ جايز. يلا. ده أسفة يا علاء، أسفة. بينا اوصلك. قلت لك لا يا درويش. قلت لك اسمع الكلام يا درويش. قلت لك احنا مش بنلعب يا درويش. قلت لك مش هتبقى اغلى عندي من فتح يا درويش. اي كلمة هقولها بعد كده تتنفذ ومن غير كلام. مفهوم؟ في ايه يا سعد؟ لا ابدا، بس الاستاذ وصل. شيلوه. اتأخرت علينا قوي. أول ما وصلتني رسالتك جيت على هنا على طول. هي تعرف حاجة؟ لا. اللي حصل النهارده غلطة كبيرة قوي، والغلط في شغلنا ممنوع. حاجة زي كده ما يجبش إنها تتكرر. مش هتتكرر. أنا اتصلت بالجماعة بره. جالك الرد؟ هم وافقوا على العملية وبشروطك. والفلوس؟ زي كل مرة هيتحط في حسابك السري في سويسرا أول ما تتم العملية. ده بعد خصم عمولتي طبعا. طبعا. الست دي اللي اسمها عصمت، انت واثق منها؟ أوي.
اي خدمه تانية؟ اصل عمر بقاله مده ما اتصلش بيا وانا مش عارفه طريقه فين، فلو تقدر حضرتك تقول لي بس ممكن الاقيه فين ولا. من فضلك بليز، انا عملت الحاجه دي بس عشان خاطر صداقه قديمه. فضلك بعد كده ارجوكي مفيش داعي تيجي عندي تاني هنا بليز. مع السلامه. اتفضلي. أظن كده بقى يبقى حددنا سياسة الجريدة بالنسبة لشغل الأسبوع اللي جاي. أي أسئلة؟ شكرا. شكرا يا سلام. أستاذ عايز ده الباسبور وتذكرة السفر لأبو ظبي. السفر بكرة إن شاء الله. بكره؟ أيوه. بس جايز ما اقدرش اسافر بكره. كلام إيه اللي بتقوليه ده يا عصمة؟ مؤتمر أبو ظبي ده مهم جدا، وإحنا اخترناك أنت بالذات لأنك من أكفأ الصحفيات اللي عندنا هنا في الجريدة. عصمة، أنا حاسس إنك مطيرة. أنا طبعا ماليش إن أتدخل في حياتك الخاصة، لكن إحنا هنا في الجريدة بنعتبر نفسنا أسرة واحدة. بس إن كنت عاوزة تسمعي نصيحة أخ أكبر، سافري سافري يا عصمت، وأرجو إنك ترجعي لنا عصمت بتاع زمان. مش كده ولا إيه يا عصمت؟ حاضر، هحاول. أنا عصمت. ورايا من هنا. اتفضلي. تاني باب على الشمال. عمر، وحشتيني. وحشتني قوي. انا كنت هتجنن، كان برج من دماغي هيطير، ما كنتش مصدقه اني هسافر من غير ما اشوفك. ما كنتش هسمح لك. متأكدة إن مفيش حد وراكي؟ ما تخافش، انا نفذت تعليماتك بالحرف الواحد. حبيبي يا عمر، لقيت المكان ده ازاي؟ ولاد الحلال كتير. جبت الباسبور؟ ايوه حبيبي، اهو حضرت الجواب، انا مسافره بكره. الساعة كام؟ الساعه 10. الجواب جاهز، بس كان في حاجة كده كنت عاوز ابعتها لصاحبي معاكي، حاجة هو بيحبها قوي. ايه هي؟ شوية بطارخ بلدي، ممكن؟ اخصى عليك يا عمر، انت بتسألني؟ اعذريني يا حبيبتي، غبي. ما تقولش كده، ده انا يا ريت اقدر احطك جوه قلبي واقفل عليك واخدك معايا. هتوحشني يا عمر، هتوحشني قوي يا عمر، هتوحشني قوي يا عمر. بعد اذنك يا حبيبتي، هبعت حد بس يجيب البطارخ.
مش هتاخر عليك. التشابه مش مظبوط يا سعد. حاول تاني. مش حكاية تحاول، التشابه لازم يبقى مظبوط 100%. اظبط جهاز التفجير على الساعة كام يا عمر؟ الطيارة هتقوم الساعة 10 الصبح. اظبطه على الساعة 11. اوكي. ده يعدي من أجهزة الأمن في المطار؟ كله بلاستيك، ما فيهوش ولا حتة معدن. تفتكر دول كفاية؟ الواحدة من دول قد اللي استخدمهم درويش 3 مرات، ودول 12 صباع يا عمر، يعني الصباع من دول وقنبلة. كده مش هنلحق. هي مش هتبات هنا. ما ظنش. آسف يا حبيبتي، اتأخرت عليكي؟ ايه يا اسم؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك يا اسم؟ انت الظاهر اخدتي برد. الظهر كده. اعمل لك ليمون؟ لا مش داعي. انا اصلي لازم اروح دلوقتي حالا. ايوه بس انا لسه ما حضرتلكيش الحاجه. معلش اصلي هحضر شنطي ويمكن اختي تكلمني. طيب على راحتك، انا بكره الصبح ابعت لك البطارخ والجواب على المطار. طيب ان شاء الله ان شاء الله. اسمع، هتوحشيني هتوحشيني أوي. التستر على متهم هارب جريمة. احنا بنحافظ على امن البلد بحالها. البلد دي مستهدفه يا هاني، في ناس كتير متربصين فيها وانت مش حاسه بحاجه ابدا. فوقي يا فريق غلط ومش دريانه باللي بيحصل وهتودي نفسك في داهيه.
عزمه. بطارق. كله تمام. بس المهم تعدي من الجمارك. تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم 702 المتجهة إلى أبو ظبي على جميع السادة الركاب سرعة الانتهاء من إجراءات السفر. شكرا. مبروك علينا يا عمر. كمان ساعة والطيارة هتنفجر. اطلع يا سعد. سعد، انت وتوفيق تلموا كل الاوراق الموجوده هنا وتحرقوها، ما تسيبوش اي حاجه تدل علينا. رشاد، خد ربيع وخليفه ولموا السلاح وجهزوه. قدامنا نص ساعه، اول ما يوصل الخواجه والدكتور هنتحرك على طول. يلا بسرعه. عمر، انت مش كنت في المطار؟ انت ما سافرتيش؟ ما قدرتش، قلبي ما طوعنيش. في اخر لحظه سبت الوفد وجيت لك عشان نسافر سوا. مش كده احسن يا عمر؟ مش كده احسن يا حبيبي؟ والبطارخ فين البطارخ؟ بطارخ ايه يا عمر؟ اخس عليك، بقول لك وحشتني. استني. والبطارخ فين؟ الله، جرالك ايه يا عمر؟ البطارخ هنا يا حبيبي. هنا فين؟ اتكلم بسرعه. البطارخ هنا فين؟ اخس عليك يا عمر، وانا اللي كنت فاكره هتنبسط لما تشوفني. طب مش هقول لك. قولي لي فين بسرعه. جرالك ايه يا عمر؟ قولي لي فين البطارخ؟ فيها ايه البطارخ دي يا عمر؟ مفيش وقت. فيها ايه البطارخ دي يا عمر؟ هي قنبله. استريحتي؟ قنبله؟ ايوه، وهتنفجر بعد دقيقتين. قولي لي فين البطارخ؟ اما انت دمك خفيف يا عمر. قنبله في البطارخ؟ لا اكيد انت بتهرج. انا ما بهزرش. قولي لي هي فين؟ انت اللي حطيت القنبله دي يا عمر؟ ايوه انا. كنت عايز تقتلني بعد كل اللي عملته عشانك؟ فين البطارخ؟ يعني انت ارهابي بقى زي ما بيقولوا. ايوه انا ارهابي. عاوز تعرفي ايه كمان؟ الوزير انا اللي حاولت اقتله. حادثه السفاره انا اللي مدبرها.
الطياره كنت هنسفها بكل الوزراء اللي فيها لولا غبائك. فين البطارخ؟ البطارخ في ايد امينه في مباحث امن الدوله يا عمر. كده بقى انا كفرت عن ذنبي، خدت اعترافك بالكامل وهوصلك لحبل المشنقه بايدي يا عمر. انت بتشتغلي مع البوليس؟ انا مصريه يا عمر، شربت من ميه النيل، مش زرع شيطاني زيك يا كلب، يا خاين، يا ارهابي، يا حقير، يا بنت الكلب. انا توقعني مرة زيك؟ عمر الصناديلي اللي دوخ البوليس 20 سنة توقعه مرة زيك؟ لا، ده بعدك. يا ولاد الكلب. قدامي. البوكس. حاضر. حصروا المكان ومشطوه حته حته. حاضر. عصمت لازم تطلع سليمه. حاضر. وعمر ده تجيبوه. ما حدش يضرب، ما حدش يضرب. يا عمر اللي بتعمله ده ما منوش فايده. المره دي مش هتهرب. ده بيتهيألك يا رشدي بيه. خلي العساكر بتوعك ينسحبوا. المكان كله محاصر وزمايلك كلهم اتمسكوا. هعد لغاية 5. لو ما انسحبتوش المرشدة بتاعتكم هتموت. 1. يا عمر مفيش فايدة. 2. عمر اسمعني. 3. خلي القوات تنسحب. بس يا فندم. 4. نفذ الأمر. كله ينسحب. طلباتك يا عمر. عاوز عربية من غير سواق. هتروح بيها فين بس؟ مش شغلك. اتحرك وبسرعة. حاضر. جهزوا له عربية. أي حركة تعمليها فيها حياتك قدامي.
كويس جنب الرصيف. انزل تحت. ايدك فوق. افتح الباب. ابعد. ابعد بعيد. انا هطلع بالعربية. لو لقيت اي عربية ورايا هقتلها. انت هتسوق العربية وانا هقعد ورا. اي حركة غلط هقتلك. قدامي. مسدسك يا رشدي بيه.